السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا فيديو اليوم راح نحكي بيه على عمر شوقي، يوتيوبر اللي ما يعرفه عنده 375 الف مشترك على قناته باليوتيوب. طبعا هاي مثل ما تشوفون صورة قناته اللي قدامكم. طبعا انا عندي قناة ثانية بها 225 الف مشترك، انزل بيها مقاطع قصيرة وفيديوهات بخصوص كرة القدم. فجتني مخالفة من عمر شوقي اليوتيوبر اللي قدامكم، اللي عنده 375 ألف مشترك. نزلت الفيديو أنا أخذته من كواي مو من اليوتيوب، ونزلته باليوتيوب. فبعدها كتب لي تعليق: أنت سارق المقطع، وظل يعني حكى علي بالتعليق. فجاوبته أنا وكتبت له: أنا ما سارق المقطع، لأن أنا أصلا يعني ماخذه من الكواي منصة ثانية مختلفة ونزلته باليوتيوب، وما حكيت بأي شيء، يعني ما سويت له أي إساءة بداخل الفيديو. بالعكس لازم يفرح إذا جاب الفيديو مشاهدات، لأن أصلا أنا ما مفعل بالقناة ربح بالقناة الثانية، ما بيها أي أرباح وما ماخذ أي شيء، يعني كل شيء ما محصل، مجرد إنه الشخص اللي طالع بالفيديو راح يزداد شهرة، يعني بيه فايدة إله مو إلي. ثاني شيء شغلة انه انا امسح المقاطع، يعني بعد ما اني مثلا الفيديو مو مالتي راح امسحه، ما راح ابقيه باليوتيوب. فتفاجأت انه جتني مخالفة. بعدها شفت المخالفة جاية على قناتي من عنده، فراسلته قلت له انه راح اخلي لكم الصوت مالته وشغلات. راسلته وقلت له ممكن الانستغرام مالتك، راسلته طبيت له على الانستغرام، حكيت وياه. قال لي انت مثلا مفعل ربح؟ قلت له لا ما مفعل ربح. شوفت الصور مال لا القناة، يعني انه انا ما مفعل ربح، وشوفت له كل شيء، يعني كل التفاصيل. وقال لي انا قلت لك امسحها. قلت له انا التعليق مالتك ما شفته، مال من قلت لي امسحها؟ قلت له جاوبته بس على مال السرقة. من اول شيء قال لي مال السرقة التعليق انه انت سارق الفيديو مالتي والمحتوى، واعتذرت منه. قلت له انت من حقك تسوي مخالفة. ومثل ما تشوفون يعني راح اخلي لكم اني الصوت مالته كله بالكامل بنهاية الفيديو، راح اخلي لكم الصوت والبصمات اللي حكيت وياه. طبعا انا اللي مضوجني يعني مو المخالفة يعني من حقه انه الفيديو اذا طلع مالته يقدر يضربني مخالفة وماكو مشكلة. من راسلته انا وقال لي راح اسحب المخالفة، يقول لي حبيبي انا ما اقدر اسحب، يعني ما اقدر مثلا المخالفة مالتك انه اسحبها لان انت مخالف وهاي. بس اللي ضوجني انه انا اول شي حكيت وياه وقلت له بخصوص المخالفة. بعدها قال لي تمام اوكي ماكو مشكلة، حتى يعني مثلا قلت له اذا نقدر نسوي محتوى ان شاء الله بالفترات الجاية انا وياك، لان هاي الفترة انه قناتي يعني ما قاعد اقدر انزل بيها محتوى خاص بي. فان شاء الله بالفترة الجاية نسوي واسوي وياك محتوى. فبعدها بعد هذا الشيء انه حكيت وياه واتفقت انه راح يسحب المخالفة. انتظرت يومين ما سحب المخالفة. بعدها رجعت تواصلت وياه، قلت له المخالفة ما انسحبت، بدون ما يجاوبني اصلا. قال لي بعدين يعني بعد فترة كتب لي حبيبي يعني كتب لي تعذرني ما راح اقدر اسحب المخالفة. قلت له ليش؟ قلت له كان راح امسح الفيديو. بعدها قال لي راح تمسحه. قلت له تمام. فرجعت اراسله مرة ثانية مثل ما تشوفوني قدامكم بالصور. رجعت اراسله 3 ايام من يوم الاثنين اخر رسالة لحد يوم الخميس ما جاوبني، وهو قال لي بس شغلي على الحاسبة، بس افتح الحاسبة ان شاء الله راح اسحب المخالفة. ومثل ما تشوفون قدامكم انه المخالفة ما انسحبت ولا سوى اي فد شيء. اللي ضوجني بيها قلت لكم، يعني شخص يقدر مثلا بدون اي شيء يقول لي حبيبي انا المخالفة سويتها وما اقدر اسحبها، مو يقول لي مثلا انه راح اسحب المخالفة ووراها يرجع ما يسحبها ويقول لي. يعني شلون اقول لكم يعني الصراحة مع احتراماتي له، كأنه مع عقل طفل. يعني مثلا انا اتفقت وياه يسحب المخالفة، قال لي وراها ارجع انتظر يقول لي لا من راسته، يقول لي ما اسحب المخالفة، وراها ارجع راسله ما يجاوبني. يعني الصراحة يعني شلون عبالك يريدني اتوسل بيه او يريد من عندي فد شيء. هاي يعني هي المخالفة اول شغلة انه باليوتيوب 90 يوم وتنزال وتروح، يعني هي لو سنين همات السنين همات تمر، بس هي 90 يوم وتروح. وتقريبا صار لها 6 ايام المخالفة، يعني تقريبا راح يصير اسبوع. ومن اول يوم انا راسلت عليها واتفقت وياه انه قال لي اسحبها وماكو مشكلة، وحكيت وياه كل شيء بخصوص القناة والتاريخ وكل شيء. يعني فهمت التفاصيل كلها اللي صارت وياي، وقال لي اسحبها وما سحبها. هذا الفيديو انه حاب اوصل له رسالة اذا دا يشوف الفيديو هذا، انه الرجال هو كلمة. لو اني بمكانه وهو مراسلني كان بنفس اليوم اللي قلت له
اللي اقول له بيه راح اسحب المخالفة بنفس الدقيقة، بعد ما اطلع من المحادثة مباشرة اروح اسحب المخالفة، لان هي ما تأثر اقل من ثانية، مجرد ضغطة زر واحد وتنسحب المخالفة، ما بيها فالتعب يعني. اصلا شغلها يعني مو مثل من سويت انت عليا مخالفة، يعني تطول وتقدم طلب وتنتظر وهاي الامور. ف بالنسبة بخصوص هذا الشيء، انه لو انا كنت بوكاي قلت لكم، لان من اطيح شاية يعني هي الفرق، اكو شخص عن شخص يفرق. انا تمنيت انه يكون شخص عراقي. ليش؟ العراقي يعني حتى لو مهما كان، انه من يعطيك كلمة، حتى اذا كان شخص مثلا عمره صغير، من يعطيك كلمة يوفي بكلمته. يعني احنا عندنا يعني شخص اللي يقول كلمة يعني ها هي تمام، لو شي يصير، لو يعني مو بس على المخالفة مال اليوتيوب، لو مهما كانت الظروف وياه، فانه يعطيك كلمة تمام اوكي راح يعني كأنما انسحبت المخالفة. انا توقعت انه مثلا، يعني شلون اقول لكم، مثل طبعي او مثلنا احنا، لان شخص مو عراقي تمام. ف اكثركم يعني اللي راح يشاهد هذا الفيديو راح يعرفه، وتقدرون تشوفون قناته تمام. فبالبداية أنا أحب يعني أوصل لكم هالرسالة، وراح أخلي لكم البصمات والفيديوهات والشغلات اللي صارت أنا وياه. وقلت لكم أنا مو على المخالفة، حتى لو القناة كلها راحت ما يهمني. يعني أنا عندي حاليا تقريبا 5 قنوات، ويعني الحمد لله والشكر، يعني 5 قنوات على اليوتيوب. عندي قناتي مال الثانية ابن الرافدين، قناة موثقة. عندي قناتي مال محمد السفير الرسمية راح تطب 100 ألف. عندي قناة مال الفلوقات اللي ما نزل عليها فيديوهات، يعني نهائي ما بيها أي فيديو، حاليا هي 25 ألف و400. عندي قنوات يعني بعد هاي القناة عندي 13 ألف و400 أيضا. وعندي بعد قنوات يعني باليوتيوب، وما يعني ما اهتم حتى لو طارت القناة، مو بس مجرد انه مخالفة. فبس اللي ضوجني والشغلة اللي قاعد انزل على هذا الفيديو، انه الشخص لازم تكون عنده كلمة. ومع الاسف انه توقعته يعني من خلال كلامه انه انسان طيب، وان شاء الله يكون طيب. انا ما عندي شيء وياه، يعني شخص يعني من حكيت وياه شخص محترم، وربي يوفقه ان شاء الله. بس الشغلة اللي سويتها لازم يعرف انه يعني الرجل هو ينعرف من كلمته تمام. فلهنا انا راح ينتهي الفيديو، راح اخليكم ويا البصمات والمحادثات اللي صارت، واشوفكم الصور. لهنا ينتهي الفيديو، اشوفكم فيديوهات جديدة، مع السلامة. حبيبي الله يسعد مساك. سامحني على الغلبة، ولكن أنا مدرب في أكاديمية. تمام، عملت المقطع هذا مع الأولاد حبا في كأس العالم، وحبا في أنه يطلع على اليوتيوب وعلى الانستغرام. فلما عملت المقطع تفاجأت من لاعبي الأكاديمية أنهم بيقولوا لي أنه في الفيديو تبعنا منتشر على قناة اسمه السفير سبورت، والمقطع ما شاء الله جايب يعني مشاهدات كبيرة. فأنا تفاجأت، يعني استغربت صراحة. فمن يومها كانت المشاهدات تقريبا 500 ألف 600 ألف عندك على الشورت. ويوميتها طلبت منك، ممكن كنت أنا دمي شوية تقيل لما طلبت منك، كنت زعلت من كلامي. فأنا صراحة طلبت منك تحذف المقطع وما حذفته. تمام. الحين بالنسبة لمقاطع الشورت، مقاطع الشورت هي السبب رئيسي في رفع القناة مشاهداتها، وأيضا في موضوع الربح من خلال القناة، وأيضا من خلال رفع المشتركين. ولكن أنا يوم ما طلبت منك إنك تحذف المقطع اللي هو الشورت، بصراحة ما حذفتوش، وسبتك تجيب مشاهدات وسبتك تجيب مشتركين من خلال المقطع، مع إنه المقطع مش لك. فأنا لما لقيت إنه أنت ما عندك رغبة إنك تحذف الشورت، قلت أنا بدي أشتغل قانوني وأحذف المقطع، بالنسبة إنه المقطع خاص فيا. أنا أكيد متأكد إن 1,000,000% إن أنت زعلت لأنه أنا قدمت فيك إبلاغ. شوف يا صاحبي، انا عارف انه شفت انا اغلب مقاطعك يمشي لك، وهيك انت بتقول لي ان اغلب المقاطع اللي على القناه مشي لي الشورت. ولكن يا صاحبي لو طلبت مني وقلت لي انا حاب انشر المقطع هذا عندي كشورت، مش راح اقول لك لا، انشر براحتك، فيد الناس، خلي الناس تشوف خلي الناس تشوف اللاعبين، خلي الناس تشوف شغلات متعلقه في كاس العالم. ولكن لو طلبت اذن، يعني ابشر عيوني لك، خذ اللي بدك اياه يا عمي. ولما سألتك قلت لك احذف المقطع، أنا صراحة تعليقي كان سيء، وردك كان أسوأ. فأنا سبتك، يعني حتى آخر فترة مقطع ما شاء الله موصل عند 5 مليون مشاهدة. يعني أقل شيء أنت جبت من خلال مقطعي، أقل شيء
1000 مشترك على قناتك. فأنا يعني اتخذت الإجراء القانوني من خلال اليوتيوب. سامحني يا غالي، والله كنت مشغول ولسه بحضر في أفكار للقناة. أول ما أفوت على الكمبيوتر بسحب المخالفة عشان أغلب شغلي على الكمبيوتر.